تحياتي، معاكم مؤمن شلبي وحلقة جديدة في برنامجنا وبرنامجكم خواطر زملكاوي. الزمالك يفوز على انبي 2-1 بقدم طارق حامد ورأس باسم مرسي. الزمالك بدأ اللقاء بهيجيتا مصر محمود جنش لحراسة المرمى، قدامه دويدار والونش قلبي دفاع، على اليمين حسني فتحي وعلى الشمال ناصف، قدامهم طارق حامد ودونجا ومعروف يوسف، قدامهم شيكا وحفني وباسم مرسي. في 3 نقط كويسين جدا، بس قدامهم كام نقطة بلح البلح. النقطة الكويسة الأولى، الزمالك كورته سريعة ونقلاته سريعة برغم من وجود الحاوي أيمن حفني واللي مشهور باحتفاظه بالكرة كتير تحت رجله. الثانية، إن الزمالك أشرس في الضغط وأسرع في الاستخلاص بدون فاولات. الثالثة والحمد والفضل لله، إن الزمالك جاب جولين، واحدة من شوطة من بره المنطقة والتانية من عرضية، والنعمة قلبي هيقف. تعالوا بقى على البلح. الزمالك لسه بدون جمل واضحة تقدر توصل الزمالك إلى مرمى الخصم، يعني مفيش جملة هجومية واحدة بتتكرر مرتين، وده إن يعني شيء يعني إن مفيش جملة أصلا اللعيبة بتتحفظ. الزمالك لسه مفيش أي استفادة من الكور الثابتة، ولولا إن شيكا موجود ما كانش هيكون فيه أي خطورة من أي نوع من الكور دي. الزمالك لعب بدونجا وطارق حامد ومعروف يوسف، وكان الأحسن إني أكتفي بدونجا وطارق حامد واللي لعبوهم زي بعض بالظبط وألعب ب3 تحت راس الحرب. الموضوع مش محتاج ده كله. لسه تغييرات الزمالك مركز بمركز بدون أدنى إبداع أو محاولات إني أغير في تكتيكي في الملعب. أنا لسه عند رأيي إن الزمالك في حاجة قصوى لمدير فني أجنبي كبير، عشان حرام إن الجيل الحالي من اللعيبة دي تتقتل بدري. هو إيه التعليمات اللي كان واخدها شيكا واللي كانت بتخليه يرجع لغاية خط الدفاع يستلم كورة؟ لو حضرتك متخيل إن شيكابالا دلوقتي قادر إنه يسحب الفرقة بسرعة من ورا خالص كده لقدام، اسمح لي أنت بتحلم ومش عارف حدود وإمكانيات لعيبتك. على العموم لسه بقى كتير، ويمكن ربنا شايل لنا الخير. هو اسلام جمال عمل ايه؟ بيقول لك ظهر مع ابراهيم نور الدين بيتفرج على ماتش للسكه الحديد. ايه ده؟ يعني ما ظهرش في كباريه مثلا؟ لا. ولا كان بيرقص مع ستات؟ لا لا لا. ولا تحليل الدم طلع فيه نسبه خمور؟ لا 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 لا. ماشي خلاص. الزمالك يهزم المصري وحسام وابراهيم والاصابات وعدم التوفيق وسوء الحظ بهدف لاحمد جعفر. حلو الكلام ده؟ الحقيقه بقى ان الزمالك لا شكل ولا لون ولا طعم، مفيش جمل، مفيش لاعب عارف دوره في الملعب ايه. ولولا سوء حظ المصري والمستوى الهايل لخط دفاع الزمالك كنا شلنا بلح. محدش يقول لي الاصابات. علي فتحي مصاب من ايام حرب اليمن، الشناوي احتياطي من اكتر من ماتش، طارق حامد لعبت من غيره ماتش سموحه، وعندك دونجا ممكن يقوم بدوره كويس جدا. ايمن حفني بس هو اللي ملوش بديل في الزمالك. مصطفى فتحي اصلا بديل، ولو انت بتلعب كويس ومتقدم ما بينزلش. ايه اللي يخلي الزمالك يقلب الخطه من 4-3-3 او 4-2-3-1 لغايه ما يلعب ب 4-2-2-2؟ مين اللي قال ان حسني فتحي يقدر يلعب جناح؟ ومين قال ان الزمالك يبدا ماتش من غير صانع لعب عنده القدره على الاحتفاظ بالكره تحت رجله ونقل الهجمه؟ وشيكا واحمد رفعت الاثنين على الدكه. مش هرغي كتير في فنيات، ممكن نختلف عليها او نتفق، بس الناس اللي بتشتم في معروف يوسف النهارده عشان مستواه نزل، اصبروا شويه، لسه هتشتموا تاني في دونجا والونش وطارق حامد وايمن حفني
لما مستواهم ينزل مع مؤمن سليمان، وتقولوا انهم لعيبه دون مستوى الزمالك. الدوري اتوقف، وقدامنا فرصه جيده جدا في استقدام مدير فني اجنبي كبير. مؤمن لا يصلح الا مدرب عام مع المدير الفني ده. انا مش ضد مؤمن في حاجه، ولا اعرفه معرفه شخصيه، وبحبه والله، بس الزمالك احب الي منه. هتقولي مفيش مدرب كويس هيكون فاضي دلوقتي، يبقى مفيش الا حل من اتنين. دور على مدرب في التلاجة، مدرب عطلان من موسمين 3 ويكون ليه نتائج قوية وحصل على بطولات قبل كده، واستشير الناس اللي بتفهم كورة ويعرف منهم هو عنده القدرة على العودة ولا شطب. خد بالأسباب والباقي على الله. الحل التاني سهل جدا، اسمه باتريس كالتيرون. بس عاش الزمالك، عاش فوق أي أرض وتحت أي سماء، وكل الدعم مننا لكل ما هو زملكاوي، وكل الدعم مننا لكل ما هو في صالح الزمالك. الزمالك جوه قلبي. أخيرا خلصت حلقتنا، أشوفكم إن شاء الله الحلقة الجاية. ما تنسوناش لايك وشير واشتركوا معنا في القناة. الزمالك جوه قلبي، بقولها ومش بخبي، هو ده الحب اللي انا اتربيت عليه. انسوا